عمرك نزلت ديت مع واحدة على السوشيال ميديا وكنت مستغرب هي واحدة بالجمال ده هتبص لي على ايه؟ ولما شفتها يا حبة عيني اتصدمت والدنيا اسودت في وشك، لأن كل الحلاوة والرقة دي للأسف طلعت فلتر. فاكر قد ايه حسيت باحباط وخيبه امل؟ مش بس احباط، ده انت حسيت كمان ان اتضحك عليك واتعرضت للغش. بالبلدي كده يعني خدت على قفاك، والموضوع كبر معاك لدرجه انك ما بقتش تثق في اي حد بعد كده، وانت اصلا مش نايس تراست ايشوز. حاسس بيك، ما تعيطش وبرضه ما تقلقش لان في كتير غيرك. وبما ان في كتير غيرك والموضوع منتشر، فاحب ابشرك انت واللي زيك ان حقكم راجع، لان النرويج اصدرت قانون جديد على منصات التواصل الاجتماعي يجبر البلوجرز ان هم يكتبوا على كل صوره اتعدلت بالفلتر ان تم تعديلها بالفلتر، والا هيتعرضوا للمحاكمه والمساءله القانونيه، والموضوع ممكن يوصل للحبس. القانون اتوافق عليه من البرلمان النرويجي يوم 2/5 اللي فات، وخصوصا اللي بيعملوا اعلانات للميك اب ومنتجات تكبير الشفايف وزياده العضلات. وحددوا لده 3 مصطلحات رئيسيه: الشفاه الضخمه، الخصر النحيف، والعضلات المبالغ فيها. يعني الموضوع طايل الشباب كمان وكله هيتربى. وسبب قرار زي ده ان هم لاحظوا عدد وفيات كبير بسبب فقدان الشهيه، بسبب الاحباط اللي بيتعرض له متابعين البلوجرز دول، لان هم مش قادرين يوصلوا لنفس الشكل اللي بيظهر بيه الانفلونسرز اللي هم بيتابعوهم بقرارات مشابهه. وكان اغربهم قانون اصدرته فرنسا سنه 2017 بضروره معامله الصور المتعدله في فلتر نفس معامله علب السجاير. يعني زي ما لازم يتكتب على علب السجاير ان هي تسبب الوفاه، فلازم يتكتب على الصور المتعدله في فلتر ان هي ملعوب فيها، ومش ده الشكل الحقيقي، والا صاحبه الصوره هتتعرض لغرامات وهتتعامل معامله مجرمين الغش التجاري، يعني هتتنفخ. القانون اتقابل للمجتمع النرويجي باستحسان وكانهم ما صدقوا يا عيني حد ينجدهم من كميه الفلاتر المتنطوره في كل حته دي. وكمان القانون ده هيبدا قريب تعميمه في الاتحاد الاوروبي بالكامل، وبدا يتم دراسه تنفيذه في كل دوله على حده. يعني مش بعيد بعد كام سنه وبعد ما ينتشر في الدول دي تلاقيه اتطبق هنا في مصر، وتلاقي الزنازين مليانه بقى من نوعيه البنات دي، اللي جاب تكبير شفايف، واللي جاب فلتر تنعيم بشره، واللي محبوسه بسبب انها 90 كيلو بس مش مقتنعه. ولما تسالهم انتوا جايين في ايه يقول لك جايين في فلتر، يعني مش جايين في البوكس. اهم حاجه قبل ما قانون زي ده يتطبق لازم تتقبلوا نفسكم زي ما انتوا، وما تصدقوش كل اللي تشوفوه على السوشيال ميديا، لان مفيش امان وكل للاسف بقى فيك.